والله أقول رسالتي أوجهها اليوم لشباب المعتصمين في البيضاء وفي المحافظات الأخرى أن يعتبروا هذا اليوم هو العيد الأم لثورة سبتمبر وأكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول رسالة نوجهها شكر لله عز وجل أن من الله علينا بهذا النصر العظيم. والله ثم والله أننا ما شكينا في لحظة من اللحظات أن هذا اليوم سيتأخر علينا بإذن الله عز وجل، وهكذا حقق الله عز وجل هذا الوعد وأنجز الله عز وجل وعده. ولكن الذين وقفوا معنا على مصالحهم كانوا ينتظروا وكان عندهم من أو وهم أنه سيبقى، لكن الله عز وجل كتب وقرر أن نهاية الطريق إن شاء الله عز وجل ستكون حتمية، وهكذا كانت. والكأس الذي سقى الناس منه شرب منه بكل المقاييس وبكل الأماكن التي أعطى الناس فيها الجروح وقتل الناس فيها في الرأس وفي الرقبة وفي غير، قتل الله عز وجل ما قتل به الناس. حمدا لله عز وجل أولا، وشكرا لتونس وشكرا لمصر وشكرا للبلدان العربية التي قامت فيها الثورات وقد توجتها إن شاء الله عز وجل. والشكر بعد الله عز وجل موصول لقطر وللجزيرة ولسهيل أيضا قناة الثورة اليمنية، ولله الحمد والمن والله أكبر ولله الحمد. اليوم فرحة لا توصف لدى جميع اليمنيين، وإن هذا الاحتفال وهذا العيد الذي سوف يخلده التاريخ بإذن الله قد وحد اليمن من أقصاه إلى أقصاه. هذا أول شيء. ثاني، أوجه هذه الرسالة إلى الشباب أن يستمروا وأن يكون شعارهم الشعب يريد تطهير البلاد وملاحقة الفاسدين والمفسدين وكل من ارتكبوا المجازر في حق الشباب ومن تآمر على الشباب، وعليهم أن يستمروا في ثورتهم وفي اعتصامهم، وبإذن الله سوف تحقق جميع مطالب هذه الثورة.